لكم في المورد الماضي الكلام على الحيض وما يتعلق به وبالنفاس والأشياء الذي لا يجوز للإنسان أن يعملها في تلك الأيام. وخلاصتها أنه إذا أحدث الشخص حدث أصغر، ويكون الحدث الأصغر بحصول ناقض من نواقض الوضوء، تحرم عليه 4 أشياء: الصلاة بشتى أنواعها فرضا أو نفلا ولو جنازة. الشيء الثاني ومثل الصلاة ما هو يقال نحو الصلاة، وهي سجدة التلاوة وسجدة الشكر وخطبة الجمعة وصلاة الجنازة. الشيء الثاني الذي يحرم على المحدث الطواف بشتى أنواعه، فلا يجوز للمحدث أن يطوف بالكعبة سواء كان طواف ركن كطواف الإفاضة، أو طوافا واجبا كطواف القدوم، أو طوافا مسنونا أو طوافا واجبا كطواف الوداع، أو طوافا مسنونا كطواف القدوم، أو طوافا نفلا من غير سبب. كل تلك الأنواع إن أنواع الطواف لا تصح من المحدث اللي بلا وضوء، ويعتبر من فعلها وهو محدث عبادة باطلة فاسدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله حل فيه المنطق، ومن نطق فلا ينطق إلا بخير. والشيء الثالث مس المصحف وحمله. فمس المصحف بالنسبة للمحدث حرام، ولو كان حتى بحائط، ولو كان حتى فوق الجلد الذي يلد به المصحف، لأنه اكتسب الشرف بتجريده مع المصحف، فصار لمسه للمحدث حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. وأما قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، فالمعتمد أن الضمير يعود على اللوح المحفوظ، والمطهرون هم الملائكة الكرام. وقيل يشبه أيضا المصحف. الرابع حمله. لا يجوز لمن ليس له وضوء أن يحمل القرآن وهو على حدث أصغر، فإن حمله أثم إلا للضرورة. إذا كانت هناك مصحف أو ورقة فيها قرآن مرمية في الأرض في الشارع تهان، فلا بأس أن تحملها وأن تضعها في مكان مرتفع، بشرط إذا كان الماء بعيد، بحيث أنك لو ذهبت تتوضأ فتهان، فتتيمم حتى ولو من الجدار ولو على بعض المذاهب، حتى تحمل تلك الورقة القرآنية وأنت ظاهر على بعض المذاهب. هذا هو المعتمد، وفي ذلك خلاف. هذه 4 الأشياء التي لا يجوز للمحدث حدث أصغر أن يعملها. أما إذا كان عليه حدث جنابة، كان خرج منه المني باحترام أو بجماع، حلالا كان أو حراما، أو بمقدمات، أو احتلم في النوم، فهذا الشخص بخروج المني منه يقال له ذنب. قال تعالى: أو ذنبا إلا عابر سبيل. وإنما قيل له ذنب لأن الجنابة معناها لغة البعد، وشرعا أمر اعتباري يقوم بالبدن، ولما أن الأجنبي يجب أن يبتعد عن هذه الأشياء، ويضاف إليها قراءة القرآن والمكث في المسجد، قيل له جنب من الجنابة. ومنه جاءت الآن عندها في بعض البلدان كلمة أجنبي، قالوا فلان يمني وفلان أجنبي، فلان سعودي وفلان أجنبي، فهنا أخذت هذه الكلمة. فهذا الشخص الذي عليه جنابة تحرم عليه 4 الأشياء الماضية.
وتحصل الجنابة كما قلنا بالجماع أو بخروج المني بأي طريقة كانت، فتحرم عليه هذه الأربعة. ويزيد قراءة القرآن، لا يجوز لمن كان عليه جنابة أن يقرأ القرآن ولو غيبا طالما أن عليه جنابة، فبشرط أن يكون هذا الجنوب بالغا عاقلا مسلما، وأن يكون الذي يقرأه يسمى قرآن. أما إذا كان يقرأ كلاما مقدسا غير القرآن فيجوز كالحديث أو التفسير، ولكن الأولى أن يتطهر أو يغتسل. ومن ذلك أن يكون هذا الذي يقرأه من القرآن غير منسوخ تلاوة. أما إذا كان تلاوته منسوخة وإن بقي حكمه كآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فقد كانت آية تقرأ ثم نسخت تلاوتها وبقي حكمها. وكآية لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. قال إنها كانت آية تتلى ثم نسخت تلاوتها ومعناها ما زال موجودا. ويشترط أيضا أن يكون هذا الذي يقرأ القرآن بلسانه يتلفظ به بحيث يسمع نفسه. أما إذا كان هذا الجنوب يقرأ القرآن بقلبه من غير أن يتلفظ به فيجوز ذلك، والأولى أن يغتسل. كما يشترط أيضا أن يقصد بتلاوته للقرآن التلاوة. الشخص الجنوب إذا أراد أن يقرأ القرآن في رباط في مدرسة في مسجد أو مدرس أو مدرسة وعليه جنابة أو امرأة حائض، إذا كانت قصده بالقرآن التلاوة هذا هو يكون حراما. أما إذا قرأ الجنوب القرآن ليس بقصد التلاوة ولكن بقصد التحصن كبعض الآيات التي في الأوراد التي تقرأ للتحصن، أو قصد بها التعليم لغيره لم يقصد التلاوة، أو غير ذلك من الأشياء التي يقصد لها القرآن، فيجوز أن يقرأه حتى ولو عليه جنابة، ولكن الأولى أن لا يفعل ذلك حتى يغتسل. فإذا اجتمعت هذه الشروط صارت قراءة القرآن على الجنوب حرام، وإن نقص واحد منها صارت قراءة القرآن بالنسبة له مباحا. والشيء الأخير الذي يحرم على الجنوب المكث في المسجد. لا يجوز لمن عليه جنابة أن يبقى في المسجد، وأن نام في المسجد واحتلم يجب عليه أن يخرج حالا، لأن الاحتلام من الشيطان، فيتلاعب الشيطان ببعض الناس في النوم حتى يحتلم، وخصوصا الشباب. فإذا حصل منه ذلك وهو في مسجد يجب عليه أن يخرج حالا، ولا يجوز له أن يمكث في المسجد بشروط. الشرط الأول أن يكون آمنا. أما إذا كان خائف بحيث أنه لو خرج من المسجد ربما يلقى القبض عليه أنه ما عنده إقامة أو عليه دين مثلا لشخص آخر، هذه فللضرورة مدة الخوف ممكنة. الشرط الثاني أن يكون هذا المسجد المكان مسجد خالص المسجدية. أما إذا كان مسجد غير خالص المسجدية فأن يكون نصف الأرض مسجد غير معين نصفها، أو مكان مقدس غير المسجد كالمصلى أو كالأربطة أو الزوايا أو أماكن الصالحين، فإنها أماكن مقدسة لكنها لا تعتبر مساجد، فيجوز للجنوب أن يمكث فيها. أو الشيء المرصق بالمسجد ولكنه ليس من المسجد كالأشياء التابعة التي لم توقع المسجد، فيجوز للجنوب أن يمكث فيها
من ذلك محل الوضوء ومحل الجواب وغير ذلك. كما أنه اشترط أيضا في تحريم النكر في المسجد أن يكون مكثا وأقل أكثر من سبحان الله. أما إذا كان بيمر فقط جنب بيمر في المسجد فيدخل من الباب النيلي ويخرج من الباب البحري من غير مكث ومن غير جلوس فيجوز له ذلك طالما أنه رجل. أما الحائض فلا يجوز إذا خافت أن تلو ذلك بالمسجد. هذه هي الأشياء التي تحرم على من انتقض وضوءه. ويبقى الأشياء التي تحرم على الحائض سنكملها في المورد القادم إن شاء الله. والله أعلم.